انت شايف ان السوشيال ميديا بتخدم ولا بتضر؟ السوشيال ميديا في جراحة التجميل زيها زي كل أوجه الحياة. هي خدمت في جزء، عرفت الناس، سودت ثقافتهم، شجعتهم اكتر، شجعتهم، شافت خلتهم أقرب نتائج لينا، اكتر. شافوا نتائج. لكن في جزء تاني، في غلطات كتير جدا في طريقة عرض الحالات وطريقة التسويق للدكاترة، خلت برضو السوشيال ميديا في طريقة سلاح. يعني غير لائقة بالدكاترة. بصي أنا نقعد نهزر طيب ونعمل. أنا هكلمك عن فلسفتي في الحياة. بعد عمر شوية، أنا مش كبير قوي بس بعد شوية، ما كبرش نفسك. بس بعد شوية كان لازم أقول لنفسي إن ما تتعودش تنتقد حد. تمام، لأن أنت ممكن الظروف أو الحياة أو التفكير ياخدك بعد فترة من الزمن أنت تعمل زي ما هو كان بيعمل. صحيح أنا في الفترة الحالية في حياتي أنا ما أقدرش إن أنا أعمل كل الترندز اللي بتتعمل من بعض دكاترة التجميل على السوشيال ميديا، رغم إن أنت ميديا. تقدر تعملها، أنا ممكن أعملها وسهلة وسهل جدا، بس ده مش حلو. لأن في النهاية الدكتور ده له إيمج معينة، دكتور التجميل له إيمج معينة. أنت نفسك لو بتعمل حاجة ومش حاسسها لمجرد إنها ترندي مش هتوصل للناس. وإحنا برضو في النهاية دكاترة، حتى لو وصلت مش هتكمل. بالظبط، إحنا في النهاية دكاترة. في الآخر الصح هو اللي بيكمل شغلك، هو اللي بيكمل طريقة التعامل مع المرضى هي اللي بتفرق. مفيش مشكلة إن إحنا نكون مواكبين، ولكن بالحفاظ على الإيمج بتاعت الدكتور.